مطلوب منك إعلان مميز عن منتجاتنا للأحذية، يكون خفيف نظيف وقوي بنفس الوقت، وإذا عجب الإدارة بنعتمدك تيجي تصوري عنا على طول. يعني المتقدمين كتار لهالإعلان؟ المتقدمين قلال، ما عاد حدا إجا لأنه الشروط صعبة. المدير ما عم يعجبه شي، وأنا حكيتك لأني بعرفك موهوبة وعم تبحثي عن فرصة. بقى انتي وشطارتك، مديرنا صعب كتير وما حدا نال رضاه لهلأ. أوف، يا ترى شو ممكن الواحد يعمل إعلان مميز عن أحذية؟ شو يا ابني يا ماهر، في شي جديد عن مشروع الإعلان؟ عود لا اقرا لك استاذ رضوان. احلى بوط للكتكوت ما بيدبغ عليه التوت. نعم. شحاطة لأحلى أمورة بتخلي عيون جوزك فيكي مبهورة. لك شو هاد؟ حاج تضحك؟ اسمع هي استاذ، اسمع. يا مستعجل تهدى، بوط ابنك من عنا قطعة ما فيك تردها. ما شاء الله. حباب يا حباب، صباتك ما تخليه ورا الباب. فوت فيها على السجادة وما تخاف من بهدلة مرتك المعتادة. لا، جيبوا لي اياها لهي اللي عامله حالة إعلامية بسرعة. أكلتيها يا مرح. شو هاد يا عزي؟ معقول هي إعلانات؟ على فكرة ما في بالعادة ابعت ورا المتقدمين لعقد عمل عندي إذا ما استفزوني إيجابيا، بس بصراحة أنت عم تستفزيني سلبيا. بس يلي وصلني إنه حضرتك ضحكت كتير على الإعلانات. صح ضحكت، بس ما بدي ضحك الناس علينا. أنا عملت هيك قصداً حتى أقدر أخذ وأعطي معك عن قرب. أوف، شو هالثقة؟ أنا ما رح أعمل لك إعلان إلا إذا وقعت لي على عقد إنك تعتمدني عضو بالفريق الإعلامي أو المديرة الإعلامية. أوف، ما تخاف، يلي قدرت تستفزك سلبياً رح تقدر تستفزك إيجابياً. طيب خدي وقتك وأنا قد التحدي. رح توقع؟ رح وقع، بس أنا كمان عندي شرط. رح وقع وإذا ما عجبني الإعلان فأنت رح تشتغلي عندي بظروف صعبة كتير، رح يكون شغلك جحيم. موافقة. ومن أخبارنا المحلية، ضجة كبيرة وصوت رصاص سمع من إحدى الحارات، وكان سببه حشرية إحدى النساء بجارتها ورغبتها في معرفة كل تفاصيل حياتها. أنا الست حشورة بحشير حالي بكل شي، وين ما في خبرية الله يستر من الحشرية. الخبر الثاني يومئ إلي المخرج بخبر عاجل. تفجير كبير، ولكن هذه المرة وسط المدينة في أكبر سوق شعبي، راح ضحيته العشرات. انتظروا التفاصيل. مو معقول يا ماهر، أنا طلعت من المحل بعد ما صوت الإعلان وركبت السيرفيس، بعدها بشوي صار الانفجار. المحل كان مليان أطفال مع أهاليهم، لك شو ذنبهم هدول؟ شو ذنبهم؟ مرح، حاج تبكي. بصراحة ما فينا نقول شي هلأ غير إنه الله يرحمهم. الأستاذ رضوان شو وضعه هلأ؟ سيء جدا. أستاذ رضوان، يمكن أنت عم تسمعني، ما بعرف شو وضعك. صورت أحلى إعلان للمحل، بس لا أنا فزت بالشرط ولا أنت فزت. تعرف مين فاز؟ الحدث الدامي هو اللي فاز. الوطن المجروح هو اللي فاز بالإعلان. صارت صيغته بالشكل التالي: للبيع حذاء طفل لم يلبس قط.